سلام حبيباتي، واش حوالكم؟ ان شاء الله ديما تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد في اللاشين تاعي. اذا اول مره تشوفوني ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. على بالي باللي زدت طولت عليكم هذه المره، بصح الله غالب ماهيش بايدي. الكاميرا تاعي كانت فاسده والحمد لله رجعت خدمتها وصورت لكم فيديوهات شيقه ان شاء الله، ودرك تشوفوها في القناه عن قريب. خلينا نشوفوا الفيديو تاع اليوم وش فيه. كيما على بالكم حبيباتي انه انا كنت مسافرة للجزائر، والحمد لله عدت في سفرية باهية وراجلي عجبه الحال، وبإذن الله نرجع نسافروا من جديد. خلينا درك نشوفوا روتيننا الصباحي كيفاش عديناه، ووجبت معايا من البلاد، وراح نعرض لكم في الفيديو هذا ان شاء الله وجبت معايا من الجزائر. كالعادة حبيبتي أول ما نوض نريق السرير، وفرشت أول فراش جبته معايا من الجزائر. الصراحة عجبني الفراش هذا، وقلت بإذن الله أول ما نسافر نفرشه. والصراحة ركزت أكثر حاجة على اللماعن، خاطر اللماعن في الجزائر ما شاء الله كما على بالكم، وهنا في مصر الصراحة اللماعن تاعهم ما تعجبنيش ياسر، قلت نجيب معايا من الجزائر أحسن. وبما اني من عشاق القهوة جبت معايا قهوة جزائرية، وجبت معايا بريس. وكما تشوفوا انا اول استعمال لي للبريس كان اليوم، وطيبت احلى قهوة جزائرية من ريحة البلاد.
بعد ما كملت قهوتي نروحوا مع بعضنا نشوفوا واش جبت من الجزائر. كما تشوفوا هذا طقم التوابل الجديد جبته معايا، ما شاء الله عجبني. وجبت معايا سيرفيسا كافيه كامل متكامل. وجبت معايا باتور. ولاشواغ اللي هي بالمصري يقولوا عليها الكبة. واكيد جبت معايا الكسكس الجزيري. وجبت معايا الفلان، وجبت معايا 4 كيلو قهوة. الصراحة الفلان جبت اشكال انواع خاطر الصراحة توحشته. واكيد البريس بلا ما ننساه. وجبت معايا كسرونة جرانيت حر. وجبت معايا مول للمسكوتشو. وجبت معايا كسكاس وبرمة. وجبت معايا مقلة وكريبيير. وجبت معايا كيف بيريكس زوز مع بعضاهم، كانوا ماهمش غاليين قلت نجيبهم مع بعضاهم احسن. وهذه هي الكريبير اللي جبتها. نطيب فيها الغريف، نطيب فيها الكخيب حسب الاستعمال. وجبت معايا حتى البركوكش. وكما راكم تشوفوا جبت حوايج اخرى كيف جبت زوز بلاطوات. وجبت سيرفيسا كافيه بالترموس بتاعه. وجبت هذوما اللي باش نحط فيهم القواطر تاع الاعياد. وجبت صحون على شكل قلوب للمناسبات. وجبت لي السكوب هذوما كيف عجبوني الصراحة.
هذا كان فيديو اليوم، نتمنى يكون قد نال إعجابكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وملاقاتنا إن شاء الله في فيديو قادم، وبإذن الله ما نشرح نطول عليكم أكثر. وما بقى لي غير نقول في رعاية الله وحفظه.